من ذكر أحداث المسيح الدجال وما يعتريه. أبدأ بالمسألة الأولى. أمر عظيم مثل المسيح الدجال، والنبي صلى الله عليه وسلم يذكر أنه ما خلق الله فتنة أعظم من فتنة المسيح الدجال. أمر بهذا العظم وبهذا الكبر، لماذا ما يذكر في القرآن الكريم؟ أو الأصح أن نقول هل ذكر المسيح الدجال في القرآن الكريم؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر لكم ذكر أنه ما هنالك فتنة أو خلق أعظم من فتنة المسيح الدجال، وما من نبي إلا وأنذر قومه. فكيف مثل هذه الفتنة ما تذكر في القرآن؟ طبعا أجاب العلم بعدة أجوبة، يعني إن شاء الله بمجموعها أو حتى ببعضها يزول الإشكال في كون الله تبارك وتعالى يعني ذكر أو أشار إلى فتنة المسيح الدجال. الجواب الأول الذي أجابوا عليه في أن الدجال ذكر في القرآن أم لم يذكر، قالوا وردت الإشارة إليه في قول الله تبارك وتعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ونحن نتفق على أن المسيح الدجال آية وعلامة من علامات الساعة الكبرى. في الصحيح حديث صحيح الألباني رحمه الله يقول نبيكم صلى الله عليه وسلم ثلاث إذا خرجنا، انتبه التشابه للفرق، ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفس الآية لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قال طلوع الدابة وخروج الشمس من مغربها أو طلوع الشمس من مغربها وخروج المسيح الدجال. هذا أنا أظن جواب كافي ابتداء. فإذا وردت الإشارة إلى ذكر المسيح الدجال بقول الله تبارك وتعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل وكسبت في إيمانها خيرا، والحديث يؤيد هذا. ثلاث إذا خرجنا لم ينفع نفسا إيمانها لم تكن من قبل وذكر منها الدجال. هذا الجواب الأول كان. الجواب الثاني الذي أجابوا به على أن هل الدجال ذكر في القرآن أم لم يذكر، قالوا وردت الإشارة إليه بوجود الآيات المتضمنة لذكر عيسى عليه السلام. الله جل وعلا ذكر أن عيسى عليه السلام سينزل قبل يوم القيامة. قال وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. وذكر جل وعلا في موضع آخر قال وإنه لعلم للساعة. يعني أن المسيح الدجال المسيح عيسى عليه السلام علم أو علامة من علامات الساعة. طب أين الترابط؟ أين الإشارة إلى المسيح الدجال بذكر المسيح عيسى بن مريم؟ لأن المسيح عيسى بن مريم هو من سيقتل المسيح الدجال كما سمر بنا في هذا الفيديو. فقالوا الإشارة إلى عيسى المسيح فيه مسيح هدى وضلالة. أحسن، فيه إشارة إلى نزول المسيح الدجال، حيث أن من سيقتله هو المسيح عيسى بن مريم. الجواب الثالث قالوا أن الله جل وعلا اكتفى بذكر مسيح الهداية عن مسيح الضلالة، فبذكر مسيح الهداية يجزى عن ذكر مسيح الضلالة. عرفتم؟ هذه أجوبة ثلاثة لعلها من أقوى الأجوبة. وهناك جواب رابع لكنه في الظاهر حقيقة جواب ضعيف. قالوا أن الله جل وعلا يعني ما ذكر المسيح الدجال ولازدراء أمره لأنه يدعي أنه هو رب العالمين. فكيف يذكر في القرآن؟ هذا تعظيم لشأنه. لماذا قلنا هذا الجواب ضعيف؟ مع أنه في الظاهر جواب لا بأس به صحيح. قالوا لأن في المقابل فرعون أيضا قال أنا ربكم الأعلى، والله جل وعلا أيضا ذكره في كتابه. وممكن أن تجعل بعض الوجوه يعني تؤيد بهذا القول بأن هذا المسيح الدجال معه آيات ظاهرة، آيات ربوبية حقيقة، التي هي في الظاهر إنزال المطر وإحياء الموتى، هذه من الربوبية حقيقة. أما فرعون وإن كان يدعي الربوبية لكن ما عنده آيات ومعجزات وعلامات تؤيد ادعاءه بأنه رب العالمين، بخلاف المسيح الدجال فإن الفتنة به أشد. وفرعون آمن قبل موته لكن ما قبل منه هذا. قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. أعجبني طريقة وردت في كتاب المستطرف للبشيبي لعلها من الإسرائيليات، والإسرائيليات ما يخالف أنها قال حتى عن الكتاب
ولا حرج، فلا تصدق ولا تكذب إنه يؤتى بها للسنة ولا نجعلها أصلا. قيل أن يعني لما جاء موسى عليه السلام ودعا فرعون، يعني كأنه وقع في قلب فرعون الإيمان، فاستشار مستشارا. من هو مستشار فرعون؟ هامان. قال بينما كنت يا مولاي، بينما كنت تعبد صرت تعود. يقول عظم هذا في نفس فرعون. يعني ذكروا أن هذا من أحد أسباب يعني انتكاسة فرعون، وأنه يعني بقي على كفره وإلحاده. قال انظر إلى البطانة السيئة. فمن نعمة الله جل وعلا على العبد أن يكفه لبطانة صالحة. أمثالكم أنتم جزاكم الله خير، بطانة صالحة تشيرون علينا بما ترون مناسب، ونشير عليكم كنا بطانة لبعض. ومن سوء الله جل وعلا، أو من سوء اختيار الإنسان أنه يختار له جلساء سيئين يكون له بطانة سيئة. انظر إلى بطانة فرعون. هامان فائدة عن هامان. إيه نعم. هامان أحد علماء الغرب على ما أظن، قال اكتشفت شيء يعني، قال هذا الشيء شنو؟ أنه كلمة هامان هي مسؤول أو رئيس مقالة الحجارة، رئيس مقالة الحجارة. فقال أنا تعجبت لما فرعون قال في القرآن، قال يا هامان ابني لي صرحا. قال لماذا لم يقل يا قارون مثلا؟ قال يا هامان. فقال فتشت في المعاجم والكتب، قال فهامان معناها في زمان مسؤول. أحسنت علي فائدة ما كنت أعرف فيها. وذلك يا شباب هذه يعني جزاء البطانة السيئة. يعني هذه قصة ذكرها البشيري في كتاب المستطرق، قلنا يعني تحكم بها على القول بصحتها. طيب بقي عندنا من أحداث المسيح الدجال. إيش الأحداث التي تسبق خروج المسيح الدجال، أو كما نقول إرهاصات قبل خروج المسيح الدجال؟ من الأحداث التي تكون قبل خروج المسيح الدجال أن يهجر ذكره على المنابر، فلا يذكر الناس حتى ينسى الناس أمره وينسون خطره، فيهجر ذكره على المنابر. وجاء أيضا الأحداث التي تسبق المسيح الدجال يعني صعبة وشديدة. في السنة الأولى تمسك السماء ثلث قطرها، وفي السنة الثانية تمسك السماء يعني نصف قطرها أو ثلثي قطرها، وفي السنة الثالثة عفوا تمسك السماء قطرها. هذه سنوات يعني تسبق خروج المسيح الدجال. كذلك ما جاء من حدث تسبق خروج المسيح الدجال طبعا يعني فتن كثيرة وحروب. جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل الروم بالأعماق أو بدابة، فإذا التقى الصفان يقول صلى الله عليه وسلم فإذا تصافوا قالت الروم أخرجوا لنا أو خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم. خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا، هذا إيش يستفيدون من فائدة؟ بمعنى أنه كان هناك معركة، صحيح؟ نعم. وفائدة ثانية أن المسلمون انتصروا، صحيح؟ هذا الروم يقولون خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا إذا هناك المسلمين أحسنت سبوا منهم وانتصروا عليهم. وفائدة ثانية أنه كانت معارك سبقت هذا، قال خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم. يقول في التقى الصفان. فالثلث الأول تكون المعركة على أقسام. الثلث الأول يهزمهم الروم، يقول صلى الله عليه وسلم فيهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبدا. أظهر إما عندهم نفاق أو نحو ذلك فما يتوب الله جل وعلا عليهم، يهزمهم الروم. قال والثلث الثاني يستشهدونهم خير الشهداء عند الله تبارك وتعالى. وأما الثلث الباقي يقول فيفتح الله جل وعلا على أيديهم. وجاء أيضا في ذكر بعض الأحداث التي تسبق خروج المسيح الدجال، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنكم تفتحون مدينة من المدن وبينما أنتم تقتسمون غنائمها يعني إذ صاح بهم الشيطان فيقول إن الدجال قد خلفكم في أهليكم. وما هذا إلا تخفيفا لهم، يعني هو يكذب، لكن سبحان الله يجري قدر الله تبارك وتعالى أنهم يعني يتركون ما بأيديهم، وكانوا قد علقوا سيوفهم على الزيتون يتركون ما بأيديهم وفتحوا هذه المدينة، وإذا فعلا الدجال قد خلفهم في أهليهم. ويشاء الله جل وعلا أن يخرج الدجال في ذلك الوقت. في ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى لا يقسم الميراث ولا يفرح بالغنيمة. فهذه الغنيمة التي لا يفرح. بارك الله فيك. وذلك عن هذه أشياء وعلامات تسبق خروج المسيح الدجال. بقي عندنا كذلك من ذكر المسيح الدجال أنه يعني بعد أن ذكرنا مدة مكوثه وأنه يمكن 40 يوما، تعرفون هذه يوم في سنة أو يوم في شهر وساعة يعني كأيامكم
ويذهب إلى مكة والمدينة فيمنع من دخولها، فيوجه إلى الشام يقول هناك يقتل. في الصحيح طبعا هو احنا أحداث المهدي وكذا متداخلة بعضها في بعض. إن شاء الله جل وعلا أن يكون المهدي خارج موجود، فيعدون لقتال المسيح الدجال، وبينما هم كذلك يعدون إذ نزل عيسى بن مريم. سنتكلم عن كيف نزوله في ذكر علامته. ينزل عيسى بن مريم وهم يصفون يعني يقدمون عيسى لأنه نبي من الأنبياء، فيأبى إلا أن يتقدم المهدي محمد بن عبد الله يقول صلى الله عليه وسلم كلمة الله لهذه الأمة، ثم ينطلق بعد ذلك لقتل المسيح الدجال فيدركه ببلاد الشام في أرض فلسطين بمكان يقال له باب لد، فإذا أدركه المسيح الدجال أو رآه ذاب كما يذوب الملح، فما يرضى عليه السلام إلا أن يطعنه بخنجره فيريهم دمه، وبذلك تنتهي حكاية المسيح الدجال. لكن عندنا يا شباب يعني هنالك بعض المنحرفين من أنكروا المسيح الدجال، ففي القدم أنكر بعض الجهمية والمعتزلة أنكروا خروج المسيح الدجال، ومن المعاصرين من أنكر المسيح الدجال مثل محمد عبده أنكر المسيح الدجال متوفى سنة 1950 أنكر المسيح الدجال، وكذلك رجل يقال له أيضا كاتب وكذا محمد فهيم أبو عيبة أيضا يعني من أنكر المسيح الدجال. وقع يعني عند بعض يعني من ينتسبون للعلم كذلك يعني أخطأوا خطأ فادحا في إنكارهم بعض مسائل الدجال، ألا هو محمد رشيد رضا ربما بعضكم قد سمع به يعني وأثبت خروج المسيح الدجال، لكن هذا الشيء معه من جنة ونار يعني قال هذه غير حقيقة وغير موجودة. وذكر بعضهم أن خروج المسيح الدجال يعني هؤلاء الحداثيين أو المتنورين يعني جعلوا المراد بخروج عيسى عليه السلام انتشار قوى الخير، وخروج المسيح الدجال انتشار قوى الشر، هكذا فحولوا الأشياء المحسوسة إلى أشياء روحية. هذا باطل، لأن الأصل إجراء النصوص على ظاهرها، الأصل إجراء النصوص على ظاهرها. فالمسيح الدجال ينزل وعفوا يخرج، والمسيح عليه السلام ينزلهم يعني فعلا حقيقيين، والنبي أخبر والرسول قال إنه لعلم للساعة، إنه لعلم للساعة. بل النبي لما ذكر عيسى السلام سيأتي من الجزء القادمة قال من رآكم منه يعني فليقرئه مني السلام. من أكثر أتباعه اليهود يتبعون المسيح الدجال 70,000 من يهود أصفهان عليهم الطيلسان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ايش الطيلسان؟ لباس يمكن. ايش الطيلسان؟ الطيلسان يعني شو احنا شوف الغطرة كذا يلبسون يحطون لهم منصورهم ايش يلبسون على رؤوسهم اليهود. يقول يتبعون المسيح الدجال من يهود أصفهان 70,000 عليهم الطيلسان. وكذلك من أتباع المسيح الدجال النساء. جاء في الصحيح أن الرجل يقول إن أحدكم لا يوثق حميمه وأخته وزوجته مخافة أن تخرج إلى الدجال. ولكن كان ضعف عقل النساء بأنها ممكن أن تفتن به، يقول الرجل في ذلك الحين يوثق أهله ويوثق حميمه يعني من أب وأخ ونحوه، ومن يخاف عليه يربطه ربطا حتى ما يخرج الدجال. سبحان الله تفكر معاه فتن ناسي أشياء أخذ نحن يا أخوة يعني يفصل بينه وبين هذه العلامات ظهروا أزمان كثيرة، ومع ذلك راح الديانة وناس يصدقون بخرافات، يصدقون بخرافات في هذا الوقت. فأنت قيس إذا بعد سنين 100 سنين ربما أو نحوه أو سنين متعاقبة يعني الناس إذا جاءهم الدجال هم يصدقون، أو خاصة إذا ضعف الحال يعني يقوي اتباعهم للدجال. يكفينا هذا القدر. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.